أن تلتقط صورة فوتوغرافية لا يعني حمل آلة تصوير وانتهى الأمر، وإنما على مستعملها أن يكون ملماً بتقنيات فنون الصورة ومحتويات الآلة التي يملكها، وهذا ما تسعى إلى ترسيخه الجمعية الوطنية لترقية فنون الصورة التي تأسست في 2014 بعدما أن أيقن أصحابها ضرورة فتح مجال لالتقاء الهواة ومحبي التصوير في فضاءات طبيعية تزخر بها بلادنا. C'est une sortie spécifiquement pour promouvoir le tourisme et formation تانيك sur les métiers هذوما اللي يحب يستعملهم يديرهم. بلادنا الجزائر هي قد ما تمشي وقد ما تحوس قليل، دونك حنا ماذا بينا هاد الشباب يعني يستفادوا من هاد الخراجات، فيها سياحة وفيها يتعلموا كيفاش يحسنوا عملية التقاط الصورة. عدة خرجات ميدانية أعدتها الجمعية في ولايات الوطن، آخرها قادتها لتكجدة، أين استفاد الهواة من دروس نظرية وأخرى ميدانية. هذه لا سورتي اللي درنا 3 أيام هنا في تكجدة مع لاسوسياسيون هذه ابارامون عاونتنا بزاف، انه عرفنا بناس، عرفنا جمال الجزائر، وكاين مناطق اخرى ماشي غير البلاصه هذه مي او كونترير مع الصوره هذه اللي نتعلموا مع بها، كاين عفايس بزاف نتعلموهم. جينا اليوم لهنايا لتكجدة مع لاسوسياسيون هذه، فنوزافي بليزير من كاين دي زاسوسياسيون يديروا هاد شغل هاد الخرجات سبيسيالمون للمصورين باش يقدروا ثم يبينوا للناس هاد الهوايه تاعهم. أن تكون سفيرا لبلدك لا يتطلب ذلك تقلد منصب في السلك الدبلوماسي، فمثلا أعضاء الجمعية الوطنية لترقية فنون الصورة يعدون سفراء من خلال التعريف بجمال المناطق التي تزخر بها بلادنا، وذلك بالتقاط صور فوتوغرافية يتباهى بها في كل مكان وبلد.